أهلا وسهلا شيخ زين. أهلا وسهلا يا صوت الراعي. كنت قبل قليل أسأل. أنا دخلت معك مرة بنتناقش في لاهوت المسيح، بس كان ضعيف. وبرضه حتى معرفش الآن عايز ضعيف. نتكلم في لاهوت المسيح تاني ولا نتكلم في التحريف اللي أنت لسه؟ برضه إلى الآن حتى الآن إيه؟ النت ضعيف؟ في شوية تقطيعات. نعم، بس كويس يعني أحسن طب من المرة لو الماضية. يعني أنا طيب، معاك بالنسبة لحد ماشي، مفيش نتناقش بالنسبة للتحريف. قبل أن نتناقش في التحريف يا راعي، أنت ما هو اسمك حتى أناديك به، يعني بدل ما ناديك راعي؟ ناديني أستاذ شوت وخلاص. أستاذ مين؟ أستاذ شوت. شورت. صوت الراعي. صوت. أنت أستاذ في إيه إن شاء الله عشان أناديك أستاذ؟ نادي صوت الراعي بدون أي تلقيبات، مش موضوعنا يعني ندخل في الموضوع على طول. المهم يا راعي، قبل أن ندخل في موضوع التحريف، ما معنى التحريف أصلا؟ يعني لو سألتك الآن وقلت لك هل إضافة النصوص وحذف النصوص يعد تحريفا أم لا وفقا للغة العربية أو يعني لمعنى التحريف بشكل عام؟ بص يا شيخ زين، أنا عايز أعمل معاك حركة حلوة، حركة جميلة خالص وهتعجبك جدا. أنت بس جاوبني على السؤال وما تعمليش لا حركة ولا حركة. إحنا هنقول إن الإنجيل محرف. لا ما تقول يا راعي. خلاص هننهي بقى القصة دي. تمام، هنقول أهو. هذا الأسلوب ما يمشيش معايا. أنا ما بتقولش هقول، لا نحن نتناقش في التحريف. خلاص إحنا شيخ زين، أنا هفترض معاك إن الإنجيل محرف. ما تفترضش معايا يا ابني، ما تفترضش معايا. أنا أريد أن أناقشك في التحريف لأثبت لك التحريف، عشان تفترض. ماشي، إحنا خلاص انتهينا من حتة الإنجيل محرف يا أستاذ يا شيخ زين. على فكرة أنا بقى هو يتهرب. هذا نوع من الهروب. مش بتهرب. لا ما تفترضش معايا. أنا أريد أن نناقش التحريف. أريد أن أطلع الأدلة. خلاص تمام ماشي، ما احنا قلنا هو محرف. خلاص يا صوت يا راعي، أنا أريد أن أعرض أمام الجميع أدلة تحريف كتابك. يلا أريد أن نناقشك. شيخ زين معلش، كده مش أنا اللي بتهرب، أنت كده اللي بتتهرب. قوي التكبيسات. يلا حلوة دي. حنفترض؟ لا أنا مش عاوزك تفترض، أنا أريد أن أناقشك، أريد أن أثبت. طيب في ناس مش عارفين أدلة التحريف، أنا أريد أن أناقشك في أدلة التحريف. هو يا إخوة لا يريد أن يناقش في التحريف، يقول لك خلاص أنا موافقك أفترض معاك. لا ما تفترضش معايا، أنا أريد أن أناقش أمام الناس أدلة التحريف. إذا قابل بهذا الموضوع أصعد من جديد. أول مرة اعتراض يعني. شوف يا شيخنا، لو قال أنا أؤمن فعلا بأنه الإنجيل محرف، هنا أوكي. لو هو قال أنا أؤمن فعلا، أيوة ما حتفترض. يلا أعطيتك القسط يا راعي. يا صوت راعي، قبل ما تبدأ من باب التوضيح، إذا أنت فعلا مؤمن حقا بأنه الإنجيل محرف. بص شيخ زين، خد 3 دقايق واديني 3 دقايق من فضلك، اديني وقتي. لا أنا لا أحب هذا التقسيم. واطرح وجهة نظرك سؤال بسؤال بشكل مباشر، لا أحب هذا التقسيم. بس تديني وقتي. سألتك سؤالا أجب عليه بدون كتم، بدون تنزيل. أكرر لك السؤال. تمام. السؤال كالتالي: هل الإضافة والحذف من النصوص يعد تحريفا أم لا؟ إن كان نعم فلا إشكال، وإن كان لا فما هو التحريف إذن؟ تفضل. الإضافة أو الحذف على الشيء الموجود أو الأصلي لكتابة معينة ده يعد تحريف، بس بشرط إن أنا يبقى معايا عارف أصل وعارف إيه هو اللي تم إضافته. أنت معاك أصل الإنجيل يا شيخ زين؟ تمام، انتهيت من هذه النقطة. حلو. إذن يا إخوة ماذا قال هو؟ قال أن الإضافة والحذف يعد تحريفا. جميل جدا. حكاية بشرط يكون معك الأصل وكذا، هذه
شوية بهارات من عندك مش موجود هذا في اللغة، إن هذا معنى التحريف. لكن الثابت في التحريف أن الإضافة والحذف من ضمن التحريف. جميل. السؤال: وفقا لعلمائك، وعندما نرجع إلى المخطوطات، وعندما نقارن بين التراجم، تراجم كتابك، ونرجع إلى علماء النقد النصي، هل نجد أن في ما زلت حتى ما كملتش الكلمة. قست مرة ثانية. ممكن فصل عليه نشوف. نحسن الظن. مشكلة هذه حقيقة، كل مرة مع النت كان عندك كويس. مشكلة. اتفضل كمل. يلا ان شاء الله ما يقطعش النت مرة ثانية، مع انه مش طالع علامة ضعف النت عندك يعني الحمراء هذه وكذا. المهم بهرب يعني انا انت يعني لو عارفني انت عارف انا مش بهرب. لا هذا اتفضل. حتى هذا الاسلوب يعني اعرفه، اللي هو اسلوب التمليل واسلوب التشتيت، انا عارفه يعني. لا انا ما بشتتش، انت اللي بتكتمني. تمام خلاص. انت اللي بتكتمني اهو. اكتمك لان هذا وقتي، اكتمك لان هذا وقت كلامي. نعيد. تمام نعيد. إذا كنت قد اعترفت، وأنت قد اعترفت فعلا، أن الحذف والإضافة من بين معاني التحريف، اتفقنا. هل إذا رجعنا إلى كلام، ركز جيدا في كل كلمة أقولها، إلى علماء النقد النصي، وإلى مخطوطات كتابك، وإلى مقارنة التراجم، تمام، هل نجد إضافات ونصوص محذوفة من كتابك أم لا؟ تفضل جاوب. طيب أرجو ما تقاطعنيش زي ما أنا ما قطعتكش. تفضل. أرجو. فالنقطة اللي أنت تجاهلتها تماما، قلت دي شوية بهارات من عندك، ان انا يبقى عندي كتاب اصلي عشان اعرف التاني محرف يا جماعة. ليه؟ ولنفترض ان استاذ زين يا جماعة عنده كتاب وعامل كتاب، فانا اعرف منين ان كتاب استاذ زين اتحرف؟ لما اشوف ما هو كتبه وما تم اضافته. فدي مش تحابيش، المنطق بيقول كده، ان انا عشان اعرف ان كتاب محرف وكتاب اصلي لازم اشوف واحد اللي كتبه استاذ زين واللي تم اضافته على كلام الاستاذ زين، وانت ما عندكش انجيل اصلي ليك اساسا. يعني الانجيل بتاعك يعني مع احترامي ليك، انجيلك ده من الخرافات، مفيش حاجه اسمها انجيل المسيح جه في التاريخ. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا قلت لك ان اي اضافات على اي عمل اصلي بيبقى بمثابه تحريف. حته التراجم يعني عايز اقول، دي اول نقطه. تاني نقطه، موضوع التراجم يا جماعه عشان ما فيش حد يضحك عليكم بالموضوع ده، التراجم عباره عن ايه؟ التراجم بتنقسم الى ترجمات نقديه وترجمات تفسيريه للكتاب المقدس وترجمات تقليديه. ايه الهدف من التراجم دي يا جماعه؟ الهدف من التراجم دي يا جماعة هي إيصال مفهوم الكتاب المقدس بأكتر من زاوية، من زاوية تفسيرية ومن زاوية تقليدية، نص تقليدي أو نص مسلم. ما أنا بقول أهو، أول ما تخلص خالص هلخص لك الإجابة، لك الإجابة في الآخر. يعني جاوب، ما تاخذناش إلى نقاط أخرى. يلا جاوب على أسئلتي التي طرحت. هلخص لك اجابتي في الاخر، هتعرف ان انا جاوبت. يلا. فموضوع التراجم ده لو هو مختلف فيه، لان التراجم اصلا معموله عشان توصل الكلام من كذا جهه، فلو التراجم كلها شبه بعض يبقى ايه فايده التراجم يا شيخ زين؟ انا مش فاهم ايه اللي انت بتقوله ده. فمفيش اضافه على العمل الاصلي، لان انت ما عندكش عمل اصلي يا شيخ زين، وانت لو قعدت من هنا للسنه الجايه. انت عندك عمل اصلي؟ عندك العمل الاصلي؟ نعم. النسخ الاصليه كتاب عندي العمل الاصلي، عندي. ايوه عندي النسخ الاصليه. تعال حفضحوا فضحه يا اخوه. استنى بس اجيب لك كتاب، لحظه. وارجو برضه شيخ زين جاوبني. ماشي، انا بقول اكرر لك السؤال، بس اكرر لك السؤال. النسخ الاصليه للكتاب المقدس ضايعه ولا موجوده؟
ايوه الكتاب المقدس بمخطوطاته اليونانيه زي السينائيه سألتك وغيرها عن من النسخ القرن الأصلية الثالث من- موجوده. لفش وتدور. انا سالتك النسخ الاصليه. لا اسال السؤال واضح، قول اهو هل سؤال مخطوطات اهو السؤال واضح. هل النسخ الاصليه لكتابك المقدس موجوده ام ضائعه؟ جاوب. النسخ الاصليه بمعنى التلاميذ كتبوها بحبر ايديهم؟ ما هي هذه قصدك النسخ كده؟ الاصليه، هذه النسخ الاصليه. ايوه هو ده اللي قصدك. ايوه قول لي وين؟ كده، قول لي سؤالك دغري كده. انا سؤالي واضح. النسخ الاصليه أجاوبك بقى. اسمعني، النسخ الاصليه بخط الكتبه موجوده ام ضاعت؟ اجاوبك بقى بدون مقاطعه وبدون يلا جاوب. تقاطعني. اديني وقتي عشان المشاهدين يعرفوا الحقيقه. جاوب النقطه على اللي السؤال، شيخ، دخلناك الى نقاط اخرى. النسخ أنا بجاوب. الاصليه موجوده ام ضايعه؟ ما انا بجاوبك اهو. النقطه يا جماعه اللي الاستاذ زين بيقولها دي مضحكه جدا. ليه؟ لان بنفس اسمع يا تحترم نفسك يا ارشمك هنا. فاهم ولا مش فاهم؟ يا تحترم نفسك يا بص ارشمك هنا. كده يا شيخ زين، ما انت تبقاش قليل بتتهرب ادب، ما كده. تبقاش قليل ادب يا مرشوم. ما تبقاش قليل ادب يا مرشوم. تعالوا اوريكم كذبه يا اخوان، تعالوا اوريكم كذبه. نساله سؤالا واضحا، سالناه سؤالا واضحا. هل النسخ الاصليه لكتابك ضاعت ولا موجوده؟ يقول يا موجوده يا ضاعت. طبعا هو كذب لي انه يعرف ان هي ضاعت. تعالوا اوريكم هذا المصدر. شوفوا يا اخوه، عفوا مش هذا ضياع. شوفوا هذا، تقرأوا لي هذه الكلمة. ضياع النسخ الأصلية. شايفينها ولا مش شايفينها يا إخوة؟ ضياع النسخ الأصلية. شايف يا مدلس يا راعي؟ أنت مش مكانك مش هنا، أنت المفروض ترعى الأغنام يعني، وحتفشل فيها برضو. ضياع النسخ الأصلية. هذا مصدر من مصادركم. ماذا يقول يا إخوة؟ أشرنا في الفصل الأول، هذا مؤلف الكتاب اسمه القس يوسف رياض، يقول: أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات، كلها مختلفة طبعا مع بعضها، وقد يندهش البعض، شوفه، وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم، فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. شفتوا يا إخوة؟ هذا من مؤلف هذا الكتاب؟ القس يوسف رياض. اسم الكتاب وحي الكتاب المقدس. هل رأيتم؟ لما نسأل نقول هل النسخ الأصلية ضاعت ولا موجودة؟ السؤال اللي بيقولوا زين خير الله مضحك جدا، يريد أن يستفز، يعني يحاول أن يستفز. لا، ما تستفزش، كتبك موجودة من كتبك. لفوا داروا قالوا والتراجم التقليدية والتراجم الفلسفية والتراجم النقدية والتراجم. أنا سألتك عن التراجم، عن أنواع التراجم. أنا سألتك 3 أسئلة بس ما أجبت على واحد منها. نكرر الأسئلة. أنت قلت إن التحريف والإضافة والحذف جميل. إذا رجعنا إلى مخطوطات كتابك المتوفرة الآن التي هي ليست الأصلية، هل نجد فيها إضافات وحذف أم لا؟ وإذا رجعنا إلى مقارنة التراجم الموجودة الآن، نجد حذفا وإضافة أم لا؟ وإذا رجعنا إلى علماء النقد النصي، نجد أن هنالك حذف وإضافة نصوص أم لا؟ سمعتم أجاب على سؤال من هذه ال3؟ أبدا. هل علمتم يا إخوة لماذا النصراني لا نعطيه مثلا 3 دقائق ب3 دقائق، 5 دقائق ب5 دقائق؟ لا يجيبك على السؤال، والله لا يجيبك مهما تفعل. لذلك لابد أن تحاصره في زاوية ضيقة. طيب، مشاركاتكم يا إخوة ودعمكم للبث ليصل للآخرين. الله يبارك فيكم.